السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ كل ألف سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة تسالي العيد، هنعمل تسالي العيد. شوية ترمس بقى كده كده، حاجة بقى ايه كده فاخر من الآخر، حاجة كده سكرة، شغل بيتي بقى وانت اللي عاملاه بإيدك، حاجة كده جميلة وزي العسل. بسم الله ما شاء الله. هنشوف ازاي بقى هنسلقه وازاي هتعمليه وتوضبيه في بيتك ويبقى كده حاجة كده زي العسل من ايدك. شوف الميه جميله ازاي، حاجه كده بقى ايه سكره. والليمون بقى والشطه والبابريكا، والميه بقت لونها احمر، حاجه كده ايه من الاخر. والسوداني بتاعنا هو قلناه ورا بعد الخبيز كنت انا خبزه. وبعدين حطيت السوداني بقى ايه اتقلى بقى في الصواني بتاعه الكحك دهيت و... وقلبته بقى وهديت له النار خالص من تحت. ولما تكون بتعملوا السوداني في البوتاجاز ما تولعيش الشوايه خالص، تولعي له بس من تحت وخلاص. وبيقعد في الفرن حوالي ربع ساعه تلت ساعه، ما بيكترش عن كده، بس تهدي النار من تحت. وبعدين بقى ايه تسيبيه لما يبرد خالص وتقومي معبياه. بس وهو في البوتاجاز بقى كل شويه تقلبيه كل شويه تقلبيه كده. وبعد ما يبرد بقى خالص تعبيه في كيس علشان ما يردش، لان هو بقى ايه الهواء اللي بيخليه يطرى. لكن لما يبقى في الكيس هيتنه مقرمش بقى وبيقرقش كده، ومش هيرد بقى منك، ويتنه بقى مقرمش لاخر حبايه. طيب عندي هنا بقى الترمس بتاعي دول كيلو ونص. بسم الله ما شاء الله. بتنقيه بقى لو في حبايه وحشه ولا حاجه بتشيليها. تمام كده. انا عاملاها من يوم الاثنين، عاملاه بلاه يوم الاثنين. ده ترمس مر يا جماعه، ده ترمس مر. انا بحب اجيب المر لان هو صحي، والمر بيبقى افضل بكتير من حتى في اكله بيبقى خفيف، وفي الهضم بيبقى خفيف. لو انت هتجيبي ترمس حلو بقى يبقى مفيش داعي ان انت بقى ايه تغيري له، هتسلقه وتحدقه على طول. لكن المر طبعا بيتغير له مش اقل من 5 ايام اسبوع علشان تعرفي تاكلي منه. المية بتاعته بتبقى مرة صبر، بس هو ده الصحي. الترمس الصحي هو اللي مر. المر هو ده الافضل وسهل في الهضم، وبيبقى طعمه جميل وحبيته صغيره. اللي الحلو بقى بتبقى حبيته كبيره بس بيبقى تقيل في الهضم شويه، وانا بحب اجيب ده ومتعوده عليه من زمان. تمام. انا بليته بقى، بليته يوم الاثنين الظهر. تاني يوم التلات في نفس الميعاد الظهر علقت عليه. بس اول ما بتبليه بقى بتبص تلاقيه شرب الميه كلها ونفش، وبقى ايه وبقى في حجمه الطبيعي. بعد كده بقى بتعلقي عليه بالظبط غلوه واحده، غلوه واحده يعني بيغلي غلوه واحده. تمسكي الحبايه تلاقيها قشرت كده، اول ما تضغط عليها تلاقيها ايه فلتت كده والقلب طلع من القشره. يبقى هو كده بقى ايه خلاص تطفى عليه بقى. بعد ما تطفى عليه بقى تجهزي بقى عجانه بميه ساقعه وتنشليه بقى كده ايه بمصفى في الميه البرد. وبعدين تغيري له بقى صبح وليل صبح وليل لمدة 5 ايام. يعني انا من يوم الاثنين ولسه بقى هناكل منه بعد العيد، مش يعني انا عايزة ايه اغير له لحد ما الاسبوع يتم اسبوع. بغير له بقى الصبح وليل صبح وليل. بس انا بقى طلعت الشويه دولت عشان اعمل لكم الفيديو. بصوا السوداني لما بتعرف ان هو بقى عمل بيتقشر ازاي. اما تطلعي واحده كده وتقشرها كده والقشره تطلع بسهوله، يبقى كده السوداني بتاعك اتقله. وكده تطفي النار عليه وتسيبيه يبرد بقى خالص، وتقومي جايه بقى إيه معبياه بقى في كيس زي ما انا هعبي دلوقتي. بس انا لسه بغير للترمس، احنا لسه ما كناش منه، لسه مش هناكل منه الا بعد العيد. هتحدقي بقى الترمس بتاعك عادي خالص بميه نظيفه اهي. تحطي بقى تاخدي شويه من ده وتحدقيه، وتحطي له بقى ملح، وتتحكمي في الحدق بتاعه وتدوقي الميه. لو عايز ملح هتحطي له. وتحطي بقى ايه شويه كمون صغيرين وشويه بابريكا. ولو عايزه شطه تحطي والليمون بقى ساعه الاكل، ساعه ما تيجي تاكلي بقى تحطي له ايه الليمون. وانت اللي تتحكمي بقى في الحدق بتاعه، عايزاه عادب عايزاه حادق براحتك بقى خالص. الترمس التاني ده بقى اللي انا بقلبه اللي هو في العجانه الزرقاء ده اللي معلهش ميه حمراء، يا اما تحطيه في التلاجة يا اما تفضلي تغيري له بقى صبح وليل لحد ما طول ما انت بتسحبي منه تغيري له عشان ما يعملش ريم. والسوداني بقى لازم يتعبى طبعا في كيس علشان ما يطراش، عشان يفضل بقى ايه مقرمش وما يطراش ولا يرد منك. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه. كل الف سنه وانتم طيبين يا حبايبي مره تانية، واشوفكم على خير وعيدكم سعيد ومبارك وعساكم من عواده. ويا رب يا رب يجعله عيد مبارك على الامه الاسلاميه كلها يا رب، ويعود علينا بالخير والسعاده. وكل الف سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، واشوفكم على خير يا رب.